السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده عن ان الشخص المسحور ازاي يلاقي السحر بتاعه لو هو موجود في البيت. لاحظوا ان من خبث الساحر انه دايما يحط السحر او العمل ده بجوار بيت المسحور على طول، عشان يفضل دايما مأذي وتفضل الحاجة متوجهه له على طول، ويفضل كل ما يحاول يحصن بيته ويعمل يلاقي دايما في كاسة او تأخر في الشفاء او ما الى ذلك. عشان تكونوا عارفين من افضل طرق ابطال الاسحار هو انك تلاقي السحر ويتفك بالطريقة الشرعية فينتهي ويزول اثره باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن مثلا السحر لو هو في البحر، لو هو مرمي في النيل، لو هو اي حاجة من كده هنعمل ايه؟ فسبحان الله اكرر واكرر ان قراءة القرآن تفتت الاسحار وتنهيها وتبطلها في مكانها. ولسه في رؤية قريبة جدا، واحدة شافت انه كأنها شايفة جن بحجم ضخم كبير جدا، وكأن الجن ده نزح جزء معين في البحر وطلع لها من جزء في الشعب المرجانية سحر. سبحان الله، هل هي تعرف مكانه؟ هل هي راح في المكان ده وغاصت وعملت؟ هو ده بقى فضل قراءة القرآن والاستمرار عليها والتوكل على الله سبحانه وتعالى. اللي انا هتكلم عنه النهاردة انه الساحر بقى الخبيث اللي بيروح رامي السحر جنب بيتك او جوه بيتك، هقولك الاماكن اللي هو بيفكر فيها وايه هي الاماكن اللي فعلا في ناس بتدور فيها وبتلاقي الاسحار بتاعها وبيخلص الموضوع بينتهي بفضل الله. والاماكن دي مش حاجة افتراضية، انا بقولك من خلال تجارب وبالظبط ايه اللي حصل فيها ولقوا الاسحار دي فين. فخليك معايا، حاول تستفيد من الفيديو ده وفكر هل فعلا ممكن يكون حد شايل الحاجة دي في المكان ده ولا لا. دور، ولو ما لقيتش حاجة رش على الأقل ماء مرقي في الأماكن اللي هقولك عليها خلال الفيديو. قبل ما نبدأ في ايه هي الأماكن دي، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وعلق ولو بذكر الله. خلينا نبدأ بأول مكان متوقع، وفعلا واحدة من المتابعين معايا وهي عارفاني لقت السحر بتاعها في المكان ده. ايه هو المكان ده؟ هو ورا النيش. كلنا عارفين النيش وبنرص فيه الكاسات والاطباق والكلام ده كله، وبيفضل سنين عددة في نفس المكان. لما حد بيجي يحاول ان هو يسحرك بيحاول نحط حاجة في مكان ايدك مش هتيجي فيها، فبالتالي هي لقت محشور ورا النيش دوت عصاية، وشكت ان هي ما شالتش ابدا عصاية بالشكل ده في المكان ده، وشالوا النيش وطلعوا العصاية دي، وبالفعل لقت عليها حاجات مرسومة بالزعفران وطلاسم، واستعانت براقي بفضل الله ابطلت السحر ده. فالمكان ده دايما تبص فيه وتبص وراه. وكذلك الدواليب، خلوا بالكم الدواليب من الاماكن الثابتة اللي ما حدش يعني كل فين وفين زمن لما نشيل الدولاب من مكانه او ننقله. فمن خبث الساحر اللي هو طبعا بيبقى قريبك، بيبقى حد قريب منك جدا، لما يدخل يروح مسقط حاجة في المكان ده، او هتلاقي حاجة موجودة محشورة كده بين الحيطة وبين الدولاب. الكيس ده انا ما حطوش قبل كده، ارجوكم بصوا في الاماكن دي ودوروا فيها، لعل وعسى تطلع بنتيجة، لعل وعسى تلاقي حاجة فعلا تنفعك لما تبطلها وينتهي الاذى اللي انت فيه او اهل بيتك فيه. مكان تاني هتكلم عنه، والمكان ده عرفناه من خلال الرؤى كانت كل شوية بتشوف المنور بتاع البيت، المنور خارج منه تعبان، المنور لقيته مفتوح مع اني قافلاه. شباك المنور التكرر بتاعه طبعا هو ممكن يكون له دلالة معينة، ولكن هنا ظهر انه في حاجة موجودة في المنور ده. المناور يا جماعة اللي هي المكان المنافس الهواء بتاع الشبابيك اللي في الشقة، الساحر بيجي يروح فاتح المكان ده ومسقط السحر اللي في ايده. فبالتالي انت تنظف تطهر وتشغل قرآن وترش، ولكن يعتبر في جزء من المكان اللي انت قاعد فيه السحر بتاعك، فيه الخادم الموكل بالأذى، تمام؟ فانت لازم المنور ده ما يكونش مليان كراكيب، لازم يبقى بالنسبة لك تشوفه وتفرزه، وإن ما لقيتش أي حاجة تنم على الأسحار فيه ارمي كل الكراكيب اللي فيه، لربما يكون ترش عليه بس كده. وبعد كده بتجيب ماء مرقي وبترش على الأركان بتاعته وتسمي الله طبعا وكده، وإن شاء الله بإذن الله لو هو في سحر مرشوش هيروح وهينتهي. مكان برضو مهم جدا وهو رمز الأماكن اللي فوق السطوح. فوق سطوح المنزل ناس كتير بيبقى عندها غرفة كده للكراكيب، غرفة للأجهزة البايظة، غرفة لكذا. فيجي واحد بقى من أهل البيت بقى، حد بيبقى قريب قوي يعني، بتروح طالعة وشايفة المكان ده وحاطة فيه حاجة. فبالتالي أقوى تأثير ممكن يحصل لأهل البيت ده طالما هي قصداهم بالأذى. ولسه في رؤية قريب جدا، واحدة جاية سبحان الله كأنها كشف منامي، يعني بيتفتح لها كده جزء زي فيلم في سينما من الماضي. شافت زوجة عمها وهي بتحط لهم سحر
السحر في المكان الفلاني في الاوضه اللي فوق سطوح. وواحده في الرؤيه كانت ست مجهوله بتقول لها انا قاعده اهو بفك لك السحر بتاع فلانه اللي كانت حاطهولك كذا انت واخوات كذا. والموضوع ده قديم جدا، الست دي اتجوزت وخلفت وعندها اولاد كبار. فسبحان الله هنا رمز ان في حد بيفكي لها، لان طبعا ده دعم من ربنا سبحانه وتعالى انها بتقرا القران. وارجع اقول لكم القران يبطل السحر في مكانه، ولكن احنا بنعمل اللي علينا، بنحاول. اطلع دور في الاوضه دي، دور فيها في اركانها، في حاجه مش مظبوطه، اللي يترمي يترمي يا جماعه. ومن هنا هنروح للمكان اللي بعده وهو الكراكيب اللي في البلكونه. وبرده جالي في بعض الرموز وجالي في بعض الرؤى وقلت لها روحي دوري في المكان ده. المكان ده في البلكونه، نجمع شويه الحاجات اللي مش عاوزينها وكده. فكر بتفكير الساحر لما تدخل كده البيت، ايه هو المكان اللي استبعد قوي ان حد يدور فيه كده وينكش فيه ويطلع حاجه او يكتشف ان انا رميت فيه حاجه. هنا كان مرمي في كراكيب البلكونه نوع من انواع السحر. بفرز المكان ده هتلاقي حاجه كانت موجوده غريبه، حاجه ملفوفه، حاجه على شكل حجاب. وبنلاقي الحاجات دي وناس بترجع لي تقول لي فعلا لقينا كذا، او شفتي ده صوره كذا، وحاجات غريبه جدا. يعني ربنا يعافينا يا رب من الابتلاء ده. في مكان بقى غريب جدا جدا ظهر، وفعلا في ناس لقوا فيه سحر محطوط. حاجه غريبه قوي انه انت او انت فتحت الكومبينيشن بتاعك كم مره، الوحده بتاعت اليونت بتاع الكومبينيشن. ما اعتقدش ان حد بيفتحها، يعني طالما هي بفضل الله سليمه وشغاله وكده خلاص هي بتستخدم وخلاص تمام. فالساحره اللي دخلت بيتهم دي دخلت فتحت الكومبينيشن وحطت حاجه ولزقتها في جدار الكومبينيشن من بره، بحيث ان انت حتى لو بصيت كده تشوف ميه ما تاخدش بالك من الملزوق ناحيتك. سحر في بيتهم في الحمام، يعني كل ما الانسان يدخل الحمام الحمام موجود في وسط الغرف بيأذي كل اهل البيت. ايه الجبروت ده؟ فدور برضو في الحوض من تحت اذا كان في مكان غير مرئي كده او مش مقفول كويس جدا، ممكن برضو يكون حد لازق حاجه زي كده في المكان ده. لا ربما تلاقي السحر ده وباذن الله تفكه وينتهي الموضوع ده خالص. المكان الاخير ده بقى منتشر في الدول العربيه جدا. هم عندهم ورا اماكن الفيلل كده في ممرات. الممرات دي خاصه بالتكييفات، التكييفات واليونت بتاعتها والكلام ده. وكمان لو في غرف للخادمات بتبقى برضو في الاماكن الخلفيه او بيخرجوا من المكان الخلفي ده وكده. فتلاقي سبحان الله ان هم يا اما يشوفوا رؤى يا اما بقبيل الصدفه بيصلحوا تكييف، جه حصل عطل في حاجه معينه يلاقوا ان الاسحار موجوده في المكان ده. طبعا مين ست بيت هتنزل في المكان ده، او مين هيفكر ينزل يقلب فيه او يدور فيه او كده. فمعظم الخادمات للاسف اللي بتعمل لهم الاسحار هناك اما بفلوس او بغير فلوس او بدافع ان هي متضايقه من اهل البيت او كده. وده شفته في رؤى كتير، يعني بتروح جايه مخبيه الحاجه دي في ممر التكييفات في الاماكن اللي محدش هيدور فيها. فالمكان ده مهم جدا اذا كان في اذى لاهل البيت والاذى كبير ومستمر وعمالين نعمل في رقى وبنجيب شيوخ وعندنا فلان تعبان وفلان مش بيخف. لا، هنا تشك ان في حاجه موجوده قريبه قوي من البيت ولازم انك تاخد بالك. فمعلش شويه مجهود كده تنزل وتدور في المكان ده تفتش فيه، لا ربما تلاقي حاجه زي كده. وفي شخص برضو اعرفه لقى في برضو في دوله عربيه في النخله اللي هي قصاد البيت حاجه محطوطه على جريد النخل زي سيخ كده وفي طائر وحوارات كده محطوطه عليه. وكان ده السحر والله تعالى اعلى واعلم وتم ابطاله. فالهدف من الفيديو ده انه واجب عليك تعمل الرقيه وتسلم امرك لله وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن خد بالاسباب. عايزاك تقف عند باب الشقه كده وتتخيل نفسك شخص خبيث جدا، شخص ساحر، شخص ماكر، شخص بيكره اهل البيت ده. انا عايز اخبي عندهم حاجه تاذيهم ومحدش يعرف يجيبها ولا حد يعرف يمسكها. فكر بالتفكير ده كانك انت الحرامي، انت الشخص اللي داخل يسرق فرحه الناس دي. فكر، هتلاقي نفسك جه في بالك اماكن انا ممكن ما كنتش قلت لك عليها، اماكن هو عارف ان انت ما تدخلهاش او هو عارف ان انت مستحيل تدخل تدور فيها، او ان المكان ده مهجور مثلا في بيت، او الدور التحتاني ده محدش بيدخله. وجالي برضو في رؤيه من دوله عربيه انه الحمام اللي تحت في الدور اللي تحت محدش بيدخله تماما. اتفاجئت ان في حاجات مرميه ومرشوشه وما الى ذلك، شافت اثار للدماء وشافت حاجات زي كده. فناخد بالنا ونفكر، ناخد بالاسباب، نتوكل على الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يفك كل الاسحار للناس المسحوره ويشفي كل مريض، اللهم امين. شكرا لكم على متابعتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.